تعال يا جمشيد، تعال. تريد ضربي؟ لن أبقى. أنا أستاذك ولا تسمع كلامي. لا، ولكن غصن الكرز يؤلم. أعدك لن أضرب. وعد؟ وعد. أستاذ، لقد وعدتني. حسناً، لن أخل بوعدي لك، صدقني. إذا على ما تضربني؟ والآن ماذا اقترفت؟ لا شيء، أنا بريء. بريء؟ يسرني قدومك يا حكيم. لقد نفذ صبري وعجزت حيلتي معه. هل أعتذر نيابة عنه؟ لن ينفعني أي اعتذار يا حكيم. لقد أثار جنوني. قلت إنه طفل لا يعي، وها هو يتلاعب بأعصابي. قلت لا يدرك ما يفعل. يا حكيم، مكتبي لا يتسع لولدك. خذه من هنا. لم يكن متعمدا، أنا أقسم. إنها يدي تزل دوما فأخطئ. لا تقسم كذبا، يدك تزل ولسانك ما شاء الله عظيم. إنه يستهزئ بسلالتنا، يسخر من أجدادنا وعرقنا، وكأنما الناس دابة ومواشٍ. ماذا قلت أيضا؟ كان الجدال عن العدد والحساب، لا علم عندي عن الدابة. أما قلت إن هذه الأعداد والأرقام مضيعة للوقت؟ أما قلت عندك طريقة أفضل وقواعد أنفع؟ قلت أم لم تقل؟ أهناك ضير في أن نستخدم العشرات بدلاً من الستينات فيكون حسابنا أسهل؟ إذن كل ما قاله الأسبقون كان لاعباً. لابد من وجود علة لهذه القاعدة. أبداً، ليس لها أي فائدة. لقد عجزت منك أيها الفتى، ولن يصلحك سوى هذا. إنه ولد ولا يدرك ما يقول. على العكس يا حكيم، إنه يدرك. لقد تكلم بعقلانية وبدقة متناهية. إذا ماذا؟ المشكلة هي أنه لا يحق لطفل إعطاء النظريات. إنه ليس إنصافاً. ما الذي فعلته لأستحق هذا؟ يشاغب طوال الوقت من غير كلل. ماذا فعل هذه المرة؟ لقد تطاول على الأستاذ، اقترح طريقة للحساب. أنا لست أدري، عرض معادلة لضرب الأعداد أسهل من القاعدة الأصلية. عجباً. أجل عجباً. لكن هذا ليس بسيء. أياً كان فالأستاذ لن يستقبله في المكتب مجدداً. ولكن بالضرب كيف نطلب العلم من المهد إلى اللحد؟